السلام عليكم. غنهضروا اليوم على التشوهات التكتونية، أي التشوهات اللي كتعرض لها الصخور والطبقات الأرض عبر التاريخ. التشوهات المصاحبة لحركية الصفائح واللي كنلقاوها أكثرية في الأماكن النشيطة، وهي أماكن الطمي أو الطمر والتباعد. من بين هاد التشوهات عندنا الفوالق ثم الطيات. إذا شنو هي الفوالق؟ الفوالق هي عبارة عن كسور كتحدث في طبقات الأرض. هاد الكسور كتقوم بتحريك طبقات الأرض من جهتي الكسر، بمعنى إلى قسم الطبقة من طبقات فالجزئين ديال هاد الطبقة كيتباعدوا على بعضهم، إما أفقيا إما عموديا. إذا كنلاحظوا في هاد المثال طبقتين بنفس اللون، بمعنى نفس الطبقة من الجهتين ديال الفالق اللي هو بالخط الأحمر تباعدوا عن بعضهم أفقيا وأيضا عموديا. يعني المسافة اللي كتفصل ما بين طبقتين اللي المفروض أنها صفر لأنهم كانوا نفس الطبقة، ولات هاد المرة عبارة عن مسافة محددة. أجي نفهموا كيفاش. إذن غنبداو دابا بالفوالق. إذا إلا لاحظنا هنايا كاين عندنا مثلا طبقة اللي باللون الأخضر. إذا هذيك الطبقة اللي باللون الأخضر فكانت مرتبطة أو متصلة بالطبقة اللي باللون الأخضر من الجهة اليسرى، ولكن بعد ما طرا الفالق اش دار؟ هبط الطبقة اللي على اليمين أو هبط المجموعة ديال الطبقات اللي على اليمين وطلع المجموعة على الطبقات اللي على اليسار، ونتج على هذا الشيء تباعد أفقي ما بين جزئي الطبقة نفسها، أي جزء ولا الفوق وجزء هبط لتحت. ولكن إلا ركزنا مزيان غنلقاو بأن ولات هناك مسافة ما بين الجزئين، يعني ما بقاوش متصلين بعضهم. يعني إلا رجعت الطبقة اللي هبطت لتحت مثلا بالأخضر هبطت لتحت رجعتها بشكل عمودي نحو الأعلى حتى قاديتها مع الجزء الآخر ديالها اللي على اليسار اللي أيضا بالأخضر، غنلقاو ولات واحد المسافة ما بيناتهم، أي أن ولا هناك تباعد ما بين جزئي الطبقة المنقسمة عن طريق هذا الفالق. وهذا الفالق هو كيتسمى الفالق العادي. وهذه الفوالق العادية كتكون أساسا في مناطق الذروة أو التباعد، أي ذروة المحيط. هذه الفوالق هي اللي كتنتج على تباعد ما بين جزئي الصفيحة المنقسمين. عندنا نوع آخر من الفوالق، هذه المرة جزئين المنقسمين ما كيتباعدوش بيناتهم بل كيتقاربوا بيناتهم. يعني إلا لاحظنا مزيان في هذه الوثيقة كنلقاو أنه بحال الفالق العادي، يعني جزء من الطبقات وهي الطبقات اللي على اليسار طلعت الفوق والطبقات اللي على اليمين بقات لتحت أو هبطت لتحت. لكن الفرق ما بينه وبين الفالق العادي اللي شفنا من قبل هو أننا إلا درنا إسقاط عمودي ديال الطبقة اللي بالخضر، بمعنى إلا شدينا الطبقة اللي بالخضر وهبطناها عموديا ما تحركنا لا شوية على اليمين لا شوية على اليسار، غنلقاوها جات فوق من النص ديالها اللي على اليمين، بمعنى ما بقاتش هذيك الطبقة غترجع كيف ما كانت. لو إلا درت هكا بالعكس غيولي نفس الطبقة بدل ما تكون مكملة للنص الآخر ديالها بل غتنزل فوق من الجزء الآخر. يعني إلا درت إسقاط عمودي الطبقة اللي بالخضر اللي على اليسار، بمعنى جيت هذاك الطرف ديالها اللي على الفالق غنلقى هذاك الإسقاط العمودي جا فوق من النص الآخر ديالها اللي بالأخضر طبعا اللي على اليمين، بمعنى أن المسافة هنايا تقاربات ما تباعداتش. يعني إلا كان طول هذيك الطبقة مثلا 5 متر، من بعد ما غيطرى لها الفالق من هذا النوع غيولي مثلا 3 متر 2 متر 4.5، يعني غتقل المسافة اللي كانت شادها الطبقة. وهذا الفالق كيتسمى الفالق المعكوس. لاحظتوا مزيان كنلقاو أن الطبقة اللي على اليسار تقريبا غطات جزء من الطبقة اللي على اليمين، وهذه هي خاصيات الفالق المعكوس. الفالق المعكوس كيكون في مناطق الطمر، أي مناطق تقارب ديال الصفائح، وكينتج على الاحتكاك ما بين الطبقتين. وهذا اللي كيميز المناطق اللي فيها سلاسل جبلية، يعني سلاسل الطمر. كنلقاو أن في الطبقات ديالها هناك الكثير من الفوالق المعكوسة.
طبعا عندنا أنواع أخرى من الفوالق، من بين هذه الفوالق عندنا هذا النوع من الفوالق. فهاد الفوالق بدل طبقات ما يتحركوا عموديا كيتحركوا هاد المرة أفقيا، بمعنى لا المسافة ما بيناتهم كتزاد ولا كتنقص، يعني ما كتزادش بحال الفالق العادي وما كتنقصش بحال الفالق المعكوس، بل هاد المرة المسافة كتغير ولكن بشكل أفقي ماشي بشكل عمودي. بمعنى هاد الفوالق ما كنلقاوهمش كيميزوا لينا بالتحديد مناطق ذروة المحيط أو كيميزوا لنا بالتحديد مناطق التمر، بل ممكن نلقاوهم في أي مكان على حسب نوع الحركة اللي تحكمات في هاد الفوالق. يعني ملي كتقاربوا لينا صفائح من واحد الجهة وكتبعدوا من واحد الجهة كنتج عليها أحيانا حركات جانبية في أماكن أخرى في الصفائح، أي كنتج عليها أنواع أخرى من الكسور ممكن نلقاوها بشكل أفقي بحال هاد الشكل. دابا نمر إلى الطيات. الطيات كيف ما كتشوفوا كأن طبقات الأرض طواو، كأنهم تجمعوا وطواو، أي تناو، أي عبارة عن ثانيات. وهاد الثانيات طبعا كتكون أحيانا على مسافة كبيرة بزاف وكتعرض لها طبقات ذات مساحة كبيرة. علاش؟ لأن هاد النوع ديال التشوهات كتكون خاصة في مناطق التمر، وبالتالي كتنتج على الاحتكاك ما بين صفيحتين، والضغط اللي كينتج على تقارب هاد الصفيحتين كيؤدي إلى ثني هاد أو بعض الطبقات. طبعا إذا كانت القوة اللي ناتجة على اليمين هي القوة اللي ناتجة على اليسار، فالثاني كيكون أو الثانيات أو الطيات كيكونوا بشكل متماثل. هاد الشيء اللي كينتج عليه بلي دغوا، يعني مثل هاد الطية، فهي طية مستقيمة، أي إلى شدينا المنتصف ديال الطبقات كاملين من الرأس ديال الطبقات كاملين غنلقاوها بشكل عمودي، يعني هذاك البلون اكسيال ديال هاد الطبقات هي بشكل عمودي. اذا هنا هادشي كيعطينا عده انواع من الطيات. فكاين عندنا هاد الطيه ديال بلي دغوا اللي هو بشكل عمودي، وكل ما كانت القوة اللي كتحكم في هاد الطيات أو اللي كتعرض لها هاد الطبقات متفاوتة من الجهتين فكيؤدي إلى طيات بنوع مختلف، أي طيات غير متماثلة. فكنلقاو عدة أنواع من الطيات بحال بلي ديجوتي، بلي ديفيرسي، بلي كوشي، بلي فايي، يعني هذا طية وفالق في نفس الوقت، و بلي لاميني. وبالتالي تشوهات التكتونية كتنتج عن قوى انضغاطية ولا تباعدية اللي كتعرض لها الطبقات. في حالة القوى الانضغاطية يعني سيستم كومبريسيف كينتج عليه فاي انفيرس يعني فوالق معكوسة والطيات. في حالة التباعد يعني سيستم ديستونسيف كينتج عليه الفوالق العادية. وقلنا أن النوع الأخرى من الفوالق ممكن تكون في أي مكان، يعني ما مرتبطاش بالتحديد بمناطق التمر أو مناطق تباعد. إذا كنتمنى يكون هذا الدرس مفيد، فإلا بغيتوا مزيد من الدروس في هذا الموضوع بالدارجة ممكن تكتبوا لي في التعاليق، ونقدروا نكملوا الدروس ديال الجيولوجيا الباطنية بنفس الطريقة. واللي كيفضلوا اللغة العربية ممكن أيضا يكتبوا لي في التعاليق، وغنبداو سلسلة أخرى على الجيولوجيا الباطنية باللغة العربية لنتعلم ما يفيدنا. شكرا على انتباهكم.